اليوم حديث الناس بكل طوائفهم وبكل أعمارهم الفقير المطحون والغني اللي يلعب بالحلال، سالفتهم عن الذهب. نقطة تغيير. شنو سبب ارتفاع الجنوني؟ احنا ما ندري، لان مو اصحاب ملعب. نسأل اصحاب الاختصاص ليش هالطفرة. الحين الناس يقدر يشتري بالسعر هذا؟ في مجال ينزل بعد؟ في ناس بعد ناس يشترون، وفي بعد ناس لا، اكثر شيء يبيعون. بيع عشان مرتفع ذهب، وعشان هذا اكثر شيء يبيعونه. وكل واحد طبعا يحلل على كيفه. احنا بنسمع من اصحاب الاختصاص. اغلب الناس الغير متابعين اللي ما عنده المام، الناس البسطاء مو عارفين شنو الاسباب. هلا الاسباب اقتصاديه امنيه مرتبطه مع بعض، مرتبطه برضه باسعار الدولار والحركه الاقتصاديه حول العالم. فالناس البسطاء دائما بياخذوا على الاقوال، قيل عن قال. الذهب حيطلع نروح نشتري. زين، اليوم حاط ببالي اشتري حق الحجيه شغله، يعني بفرحها فيها ب20 دينار، واتضح لي حتى ال 25 دينار ما راح تجيب لك اي قطعه ذهبيه. وهذا دليل ارتفاع الجنوني للذهب. يعني ال 20 دينار اعطيهم للحجيه وايد ابرك. تابعونا. نقطة تغيير.